اهلا خوتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي قصه جديده من احدى قصص الجرائم اللي عرفتها مدينه من المدن المغربيه. الى عجبكم المحتوى ديال هذه القناه فضلا وليس امرا عملوا لنا اشتراك وايضا لايك للفيديو الى عجبتكم بطبيعه الحال القصه، وما تنساوش تفعيل الجرس باش هكذا توصلوا بكل جديد. ونبداو سرد احداث قصه اليوم. القصه ديال اليوم هي القصه ديال واحد العائله اللي مكونه من 6 ديال الافراد، اب وام و4 ديال الدراري، فيهم 3 ديال الدراري الولاد يعني، وفيهم وحده بنت. هاد الاسره هذه ميسوره شيئا ما، يعني ماشي اسره اللي هي نقولوا فقيره او لا من ولاد الشعب، لا، اسره اللي عندهم الخير ديالهم. الاب قاضي والام استاذه ديال التعليم الثانوي، يعني ميسورين مقارنه مع غيرهم من الاسر. بطبيعه الحال هاد الدراري غادي يترباو تربيه حسنه وغادي يقراو في احسن المدارس، بما ان الاب والام ديالهم يعني ميسورين يقدروا يوفروا لهم تعليم يعني خاص، جوده التعليم الى اخره. بالاضافه لانهم كانوا تيلبسوا احسن الحوايج، تيمشيو ياكلوا في احسن الريستورات، تمشوا مع الناس اللي هما لاباس عليهم. يعني كانوا فعلا اسره اللي ميسوره واسره اللي محقه لوليداتها اي حاجه بغاوها، اللي طلبوا هذاك الدراري كانوا تيحصلوا عليها. حتى لواحد النهار اخوتي، واحد في الدراري اللي سميتو المهدي مشى للمدرسه كيف العاده، وكان تيقرا في السنه الثانيه بكالوريا. يعني هذاك العام كان غادي يحصل على شهاده البكالوريا ديالو. كيف العاده المهدي مشى الصباح بكري، كان تيقيل في المدرسه، يعني تيقرا الصباح وما تيرجعش يتغدى في الدار، كان تيمشي يتغدى في الريستو مع الاصدقاء ديالو. كيف ما قلت بحكم انهم ميسورين الى غير ذلك، فكانوا تيتفتشوا شويه على الوالدين ديالهم، وبطبيعه الحال كانوا تيلبيو الرغبات ديالهم. كان تيرجع حتى لداك 6 د العشيه عاد تيرجع للدار. ولكن هذاك النهار واللي هو النهار ديال الخميس بالضبط، المهدي ما غاديش يرجع للدار. كان تيخرج يعني من المدرسه، تيجي للدار تيدير الكوتي وديك الساعه تيخرج. هذاك النهار الخميس مهدي ما رجعش للدار. الاب والام ديالو وخوتو قالوا لعل وعسى اليوم كان عنده شي موعد مع واحد من الاصدقاء ولا الصديقات ديالو، وبالتالي تاخر غادي يدخل حتى العشاء. بالفعل صبروا، يعني طيبوا العشاء كيف العاده وتعشاو، والمهدي مازال ما جاش. والغريب في الامر اخوتي هو انه تتصلوا به والتليفون ديالو طافي، يعني ما تيصونيش اصلا التليفون. قالوا لا ربما يكون ديشارجاري، نصبروا واحد شويه. بقاو نصبروا حتى وصلت اخوتي تقريبا داك 12 ديال الليل. ديك الساعه بداو تيتصلوا بالاصدقاء ديالو واحد الاصدقاء المقربين، يعني اللي كانوا تيجيو عنده للدار او اللي كان يعني تيمشي لعندهم، يعني الوالدين ديالو عارفينهم. اتصلوا بهم واحد بواحد، ما كاينش شي واحد اللي قال المهدي راه عندي. كلهم تيقولوا راه المهدي كان معنا اليوم في المدرسه ولكن راه مشى كيف العاده، ما كاينش شي اخبار عليه مؤكده ولا فين مشى. هنا العائله غادي يصبروا مساكن، غدوز عليهم ليله كحله حتى الصباح. واول حاجه غادي يديروها الاب والام هما انهم غادي يمشيو لاقرب مركز شرطه، وغادي يبلغوا على الاختفاء ديال ولدهم المهدي. بطبيعه الحال لان المهدي شاب، يعني تقريبا كان في اللاجير 17 سنه، يعني ماشي طفل، فخاصهم يتسناو 24 ساعه على الاختفاء ديالو. عاد ديك الساعه تبدا التحقيقات والتحريات. لكن بحكم يعني البوست ديال باه يعني قاضي والمكانه ديالو، سرعوا في الاجراءات البحث عن المهدي. هذاك الصباح هذاك يعني مباشره من بعد ما حطوا المذكره ديال البحث عليه او بلغوا على البحث على الاختفاء ديالو، بداو تيقلبوا عليه بطبيعه الحال البوليس. اول حاجه مشاو للمدرسه وبداو بالاساتذه ديالو. اخر حصه حضرها بالفعل، حضر داك اليوم دا خميس كامل، واخر حصه كانت عنده هي مع الخمسه، يعني خرج كانت عنده حصه ديال الفيزياء، حضرها وخرج. هنا غادي يربطوا الاتصال بالاصدقاء ديالو واحد وخصوصا كما قلت المقربين اللي كان الاب والام ديالو تعرفوهم. كلهم غادي يجمعوا على كلمه واحده، هو انه المهدي فعلا كمل القرايه ديالو ومن بعد مشى كيف العاده بحاله. الا واحد الصديق غادي يقول لهم انا المهدي الصديق ديالي قريب، البارح خرجت انا وياه
وقال لي عنده موعد مع واحد الزميله ديالو، يعني عنده علاقه بها، غادي يمشي يتلاقى معاها في البلاصه الفلانيه. قالوا ليه ايه شكون هي هذه؟ قال لهم هي تتقرا معنا في نفس الثانويه، بالحق هي في السنه اولى ثانوي، يعني في سانكيام. بالفعل مشاو عند البنت وربطوا بها اتصال وغادي يسولوها، غتقول لهم ايه فعلا هو صديق ديالي، تنعرفو فعلا وتنخرج معاه فعلا، ولكن هذاك النهار انا كاع ما خرجت معاه، نكرات. في حين ان الصديق ديالو المقرب قال لك لا، المهدي داك النهار فعلا مشى تلاقى مع امال، وقال لك صاحبي ما تيخبي عليا حتى شي حاجه. هنا عناصر الامن غادي يبقاو مراقبين امال عن بعد بطبيعه الحال، لان كاين اشاره ربما تكون هي متهمه في المقتل ديالها رغم صغر السن ديالها. بقاو مراقبين امل، ولكن للاسف الشديد ما كاينش شي جديد. مراقبين الاصدقاء ما كاينش شي جديد. دازت اخوتي تقريبا واحد 3 ايام على الاختفاء ديال مهدي، حتى لواحد النهار غادي يجي واحد الشاب اللي تقريبا في العمر ديالو 24 سنه لمركز الشرطه، وغادي يعلن بواحد الحادثه خايبه بزاف. غادي يقول لهم انا كنت دايز في جنب واحد الجرده تما في داك المدينه، بلا ما نقول المدينه يعني باش احتراما للاشخاص الى غير ذلك، باش ما تعرفوش على يعني لا المجرمين ولا يعني الضحايا. قال للبوليس لقيت الجثه ديال هاد واحد الشاب، ما عرفتش يعني الملامح ديالو غابره، ولكن راه كاين في البلاصه الفلانيه مليوح. هادشي كان مع داك 7:30 ديال الصباح. يعني هاد الولد هذا كان غادي للمدرسه، اللي كان غادي يقرا، انا 24 عام كانوا يتاكدوا التكوين ولا لطح، كان غادي يقرا ولقاه وجا مباشره يعلم السلطات ولا مركز الشرطه عناصر الامن اللي غادي ينتقلوا على الفور بعد ما ياخذوا الاذن من النيابه العامه مرفوقين بعناصر الشرطه العلميه والتقنيه وعناصر مسرح الجريمه للمكان اللي قال لهم الشاب. منين غادي يمشيو بالفعل غادي يلقاو شاب اللي مازال صغير في لاج ديال 17 18 عام، ملامح ديال وجهه غابره، يعني ميمكنش تعرف عليه من خلال الملامح ديال وجهه. والاغرب والافظع من ذلك هو ان اليدين ديالو اخوتي ما كاينينش، هادو ما كاينينش. في نظركم نتوما علاش ما غاديش يكونوا هادو بالضبط؟ الجثه كامله وكلها مخرجه بالموس، حتى الوجه مشوه، ولكن هادو ما كاينينش. اكيد غتكونوا عرفتوا انهم باش يغبروا البصمات ديالو، ولكن الروح عزيزه عند الله، نساو الحوايج ديالو بقى بحوايجو. هنا كاين مجموعه من مذكرات البحث يعني عند ناس اللي على ناس اللي هما مختفيين. بطبيعه الحال عناصر الامن غادي يتصلوا بالعائله ديال المهدي وبزاف د العائلات باش يتعرفوا على هذه الجثه، ربما تكون ديال ولدهم. وهنا غتكون الصاعقه وغتكون الصدمه بالنسبه للعائله ديال المهدي. غادي يتعرفوا على الابن ديالهم ماشي غير من خلال الملابس، من خلال واحد الوشم كان عنده في الدراع ديالو، كان مكتوب فيه الاسم ديال الام ديالو، مكتوبه فيه امي هنا في الدراع ديالو. نقطه اللي ما انتبهوش ليها الجنات ولا المجرمين. هنا الام بطبيعه الحال كاي ام غادي تنهار وغادي تمرض وغادي تغوت وغتبكي، ولكن ما عندها ما دير قدام المكتب ديال الله سبحانه وتعالى. هنا غتبدا التحريات وغيبدا البحث وغادي يعمقوا عناصر الشرطه البحث، لان يعني دابا مابقاش قضيه اختفاء ولا امام الجريمه. غادي اول حاجه غادي يمشطوا مكان الجريمه ويشوفوا واش كاين شي اداه جريمه، واش كاين شي حاجه. للاسف الشديد ما غيلقاوش شي اثر لا ديال اداه الجريمه لا ديال مثلا شي حاجه ديال الجاني. هنا غادي يعاودوا يعمقوا البحث مع الاصدقاء ديال مهدي، ومنهم البنت امال اللي قلنا انهم شاكين فيها وكانت تحت انظار يعني الامن بطريقه اللي هي سريه، يعني ما كانوش قالوا لها انهم شاكين فيها وانها متهمه. حاجه وحده اخوتي اللي غادي تصوروا اللي غادي يلقاوها عند المهدي واللي ما غطيحش لكم على البال، غادي يلقاو واحد البرا في الجيب ديال المهدي. شنو مكتوب داك البرا؟ مكتوب فيها كما ضيعتي لي الشرف ديالي غادي ننتقم منك وغادي نقتلك وغادي نرزي والديك فيك. الا كان بهذا المعنى هذا، الا كنتي انت ولد الناس اللي لاباس عليهم فانا غنتقم لراسي براسي. عارفه القانون ما غاديش ياخذ لي حقي.
مكتوبه رساله ومحطوطه في الجيب ديال مهدي. هنا مباشره كيف ما قلت غادي يعيطوا على امال وغادي يعمقوا معاها البحث. هنا اول حاجه غادي يتم عرض امال على الطب الشرعي، وغيتاكدوا من واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وتكونوا عرفتوها، شوفوا واش باقا بنت ولا لا. وغتكون الصدمه ان امال ماشي بنت رغم انها مازال صغيره، يعني في لاج ديال 15 عام، فقد العذريه ديالها. هنا كانت الصدمه، وبحال الا خيوط ديك الجريمه بدات تبان. هنا غادي يقولوا ليها قولي لنا شرحي لنا شنو كاين. حنا عرفنا ان مهدي ضحك عليك وتفلى عليك، ودابا انت ما الا جيتي خبيتي غتوحلي غير راسك. وبما انها مازال صغيره ومازال فيها داك الخوف، فيها داك الحبس، وهذه غتعترف بواحد الحاجه خطيره جدا. غتقول لهم بالفعل مهدي كنت معاه في علاقه، وبحكم انه ولد عائله والناس كبار، انا والديا ما فحالتهمش وناس على قد الحال، ووعدني بالزواج رغم انني باقي صغيره. قال لي انا راه بامكاني نتزوج بك، غناخذ الباك ديالي نتزوج بك وراه عايش مع دارنا وفيلا والى اخره. كنت كعمر لي راسي، وبالفعل مشيت معاه، وكان موعدني على انه ما غاديش يضيع عليا الشرف ديالي، ولكن ضيع عليا شرف وضحك عليا. ولكن ما عندي لما نقول، قلت لوالدي غادي يقتلوني الا مشيت دعيته ما غنلحق عليه والو. فقررت اني ننتقم منه، خصوصا انه ولات يتهرب مني في الاونه الاخيره. خدا داكشي اللي بغاو ونكر ليا ولات يتهرب مني. قالوا لي اييه عاودي لنا شنو طرا من بعد. قلت لهم هذاك النهار اتفقت معاه على اننا غادي نتلاقاو من مور 5 ديال العشيه، من مور القرايه نتلاقى انا. وبالفعل تلاقيت معاه في واحد البيت اللي كان غير كاري، كنا تنتلاقاو فيه. يعني هو كاري بحكم كيف ما قلت انه لاباس عليه، كنا تنتلاقاو تما. وبالفعل تلاقينا وقضى الغرض ديالو، وقت داكشي اللي بغى مره واحده اخرى. وقلت ليه نخرجوا نجيبوا شي عصير ولا هذه نشربوه. بالفعل مشى جاب لي العصير وجاب لي الماكله، قالت لك كليت ودات ليه هموم في داك العصير. وتما نط بداك اللي غير نعس، نط قالت لك بديت تنضرب فيه في الجنوب. شوفها خوتي 15 عام، الاجرام ولا غادي لنا في الدم. ضرباتو مزيان قالت لك، وبالحقد ديال انه شمتني قطعت ليه اليدين ديالو باش ما يتعرفوش على البصمات ديالو، وشوهت ليه وجهه، وخليت حتى طاح الظلام، وخرجتو في الاخر بحكم الشرطه قريبه لداك البيت اللي كان كاري، ولحتو تما كاينه. ومشيت بحالي بحال ما كاين حتى حاجه. قالت لي اليوم حاقده عليه ومازال لحد الان حاقده عليه لانه ضحك عليا، وفي الاخر قال لي ما يمكنش نتزوج بوحده بحالك، وحده ما عندهاش، وبالاضافه لان سلمتني راسها. هنا كانت الصدمه ديال ان قاصر في العمر ديال 15 سنه قلت لها الشاب اللي عنده 17 سنه وبهذه الطريقه البشعه وبهذا يعني واخا هي ما خططاتش لان نسات الواش ونسات بزاف د الحوايج، ولكن الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. تنشوفوا ان الطفله هذه طفله وعندها عقليه مجرم، فهو غلط لانه ضحك عليها. وهي للاسف الشديد نقول لكم دائما خذوا المسار القانوني، دائما نمشيو مع القانون. واخا نقول انا غلطه نتبع القانون، ماشي ندير بلاغ على ان هذا السيد اغتصبني الى اخره ونخلي القانون ياخذ المجرى ديالو وما ناخذش حقي في يدي. صعيب باش الناس يسمعوا. فهنا كانت الجريمه بشعه بزاف. خدات هاد البنت يعني مشات بطبيعه الحال الاصلاحيه لان ما غاديش تسجن يعني في السجن لان مازال قاصر. وكانت عبره لاي وحده تثق في اي واحد. كيف ما تنقول ما تثقوش لان الثقه هي اللي تطيحكم في الشبكه، هي اللي تطيحني في جرائم خايبه بحال هكا. خوتي لي لايك ديالكم مهمه باش هذا المحتوى يطلع. الله يجازيكم بخير. ايضا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وكانت معكم اختكم سناء، تحياتي.